أهلا بكم في المحاضرة التانية والمحاضرة الأخيرة يعني إن شاء الله في الكورس ال Fundamental of Mechanical Design. أقدم لكم المحاضرة ديت باشمهندس أحمد ناجي هندسة حلوان. الناس اللي سألتني في ناس سألتني على الخدمات اللي إحنا بنقدمها. أنا شغال فريلانسر في الشيت ميتال ديزاينر وفانايت إليمنت. فانايت إليمنت في السوليد ميكانكس، static analysis dynamic explicit optimization. تمام. ففي بنشتغل مشاريع طلبة ومحاضر في أكتر من مكان وكل القصة ديت عشان كذا حد بعت لي على الجروب يعني، بعت لي على الخاص. بس ف ديت برضو الناس اللي سألت على الكونتاكس بعتها لكم، وادي دي سلايد بالكونتاكس برضو. دي بعض القواعد قلناها المحاضرة اللي فاتت. الناس برضو في ناس برضو طلعت المرة اللي فاتت من غير ما تسمع الديسكاونت اللي احنا كنا عاملينه. فده ديسكاونت على كورس الشيت ميتال بتاعي اللي على يوديمي، 50% خصم، وعليه كورس تاني هدية هو كورس البولت كونكشن. بس فلو عايز حد يعرف التفاصيل ممكن يتواصل على الرقم ده، ولو انت من برا مصر هتضيف للرقم ده 002 المفتاح بتاع مصر اوله يعني. تمام. بس كده خلينا بقى نبدأ. حد عنده سؤال في اللي فات قبل ما نبدأ محاضرة النهاردة؟ طيب تمام، نكمل. ده السؤال اللي احنا خدناه بتاع مور سيركل، وقلنا القصة كلها وعرضنا النتائج بتاعته المرة اللي فاتت، فمش هعيد شرح يعني. السؤال التاني هو السؤال اللي معانا النهارده، هو سؤال مسألة اي بي كاملة هناخدها من اي تو زي. طيب دي المسألة اللي معايا، مسألة اي بي. تمام. دي هتبقى تطبيق على اللي خدناه المرة اللي فاتت. تمام، هناخد مسألة وناخد مشروع كمان ونخش في موضوع الفيتس والتولرانس. طيب المسألة بتاعت النهاردة مسألة اي بي، السبان بتاعها 6 متر. تمام، عندي السبان بتاعها 6 متر، وعندي فورس، الفورس ديت 10 كيلو نيوتن متر. تمام. فلما الفورس تتضرب في الستة هتعمل لي رياكشن عند السبورت اللي هو سبورت اي وسبورت بي، هيبقى هنا في 30 كيلو نيوتن متر وهنا 30 كيلو نيوتن متر. تمام. ده اللي على البتاع ده distributed لود موزع يونيفورم على الاي بيم بتاعي، ده سمبلي سبورتد بي. تمام. فده هيبقى عندي الشير فورس دياجرام. الشير فورس دياجرام طالما ده distributed لود هيطلع كده 30 وينزل لحد ما يوصل هنا لحد سالب 30 ويطلع تاني للصفر تاني. تمام. لو اللود ده concentrated لود في النص كده بالظبط اللي هم 60 كيلو نيوتن متر، فكان هيبقى ماشي كده. تمام، كان هيبقى شكله هيبقى مستطيل هنا ومستطيل هنا. تمام. وده المومنت ايه دياجرام، والمومنت اقدر احسبه من المعادله ديت اللي هي دبليو ال سكوير على ال 8. عندي الكروس سكشن بتاعت الاي بيم ده، هو الكروس سكشن ده هاي كروس سكشن. طبعا اللي احنا كنا بنعمله ان احنا بنحسب الواي او السنترويد او السي جي. تمام. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحدد داتا ونبدا اننا نحسب ايه منه. طيب فانا لو خدت ده الاكس كده وده الواي فهبدا احسب القصه بتاعتنا ديت. فالواي بار كنا بنسوي ده هتلاقين المساله دي ممكن تكون عدت عليك في الكليه، بس انا ايه، بنعمل ريفرش كده لبعض المعلومات ونعرضها على الانسى. عندي الواي بار بيساوي ايه؟ ايه واحد. طبعا هقسم الموضوع ده 3 اريات، ادي اريا وادي الثانيه وادي الثالثه، وده الديتم بتاعي اللي انا هقيس منه. تمام تمام. هو ده الاكس يعني، فهاخد اي واحد واي واحد زائد اي 2 واي 2 اي 3 واي 3 اي واحد زائد اي 2 زائد اي 3. طب اي واحد اللي هي ايه؟ اللي هو الاريا. تمام، اللي هو الاريا. وواي واحد اللي هو بعد اللي هو ايه السنترويد بتاع الشكل اللي انا بتاع ايه بتاع الشكل الواحد، وليكن انا خدت ده واحد وده اتنين وده تلاته، فده السنترويد بتاع الشكل الواحد بناء من الديتا. نوضح يعني انا عندي الاول الاريا الاولى، اريا واحد كام؟ 125 في 15. تمام، ادي الاريا الاولى. تمام. في واي واحد، واي واحد اللي هي بتاعت الاريا دي ده شكله مستطيل، فالسنترويد بتاعه كام؟ في النص. في النص ال 15 يبقى كام؟ 7 ونص. 7 ونص و15 و70 يبقى كام؟ 92 ونص. تمام. الواي واحد ديت لو الواي بار هي اللي هي بعد الديتا اللي انا اقيس منه على السنترويد بتاع الشكل اللي انا جبت الاريا بتاعه. تمام. يعني انت لو جمعت 7 ونص و70 و15 هيديك 92 ونص. تعال على الشكل الثاني. الشكل الثاني الاريا الثانيه بيساوي كام؟ 10 في 70، ادي 10 في 70. الديتم بقى من هنا ال 70 دي كام؟ نصها كام؟ في النص لان ده مستطيل.
35 و15 يبقى 50 ادي ال50 تمام. وهكذا بقى ايه الشكل الثالث اللي هو الايه الاي 3 تمام في الواي 3 على مجموع الاريات بس كده تمام. من هنا جبت الواي بار او السنترويد بتاع الشكل ده هيطلع على بعد كام 64.37 ملم من السنترويد من الايه من الديتم اللي انا حددته. يبقى هو على بعد كام على بعد 64.3 من الديتم ده تمام تمام. طبعًا أنت لو بترسم الCAD ده بتستخدم أي CAD سوفت وير زي SolidWorks أو حتى ANSYS بترسم الكلام ده على ANSYS هيطلع لك هو بيطلع لك الmaterial properties بتاعة الشكل اللي أنت زي الmass وزي الmoment of inertia وزي كل الكلام ده بيطلع لك بيطلع من السوفت وير يعني. طيب ديّة حاجة. فأول حاجة كنا بنحسبها هي الmaterial properties أول حاجة اللي كنا بنحسب الY bar بعد كده بنحسب إيه الmoment of inertia. وباحس قصة الmoment of inertia هي قصة critical شوية critical ليه؟ لإن أنا هاجيب الIx والّا الIy؟ فدي نقطة مهمة ليه؟ لإن أنا لو أنا خدت ده X فده كده الY فأنا باخد العمودي على القوة. يعني أنا عندي القوة ده كده القوة هنا تمام ده الcross section فالقوة في الاتجاه ده فالعمودي عليها إيه اللي هو الX تمام. فأنا هاحسب الIx مش الIy عشان كده جبت الIxx. يعني لو الفورس ديّة جاية من هنا كده كنت هاخد الIy كنت هاحسب الIy. فخُد بالك أنت بتحسب بتاخد على أنهي محور تمام. أنا كده فالعمودي على القوة اللي هو الX اللي أنا محدده تمام. لكن لو القوة كده فكنت هاخد الإيه الY تمام تمام. فهاجيب الIx بيساوي كام؟ برضه مقسّم 3 أشكال IX1 و2 و3. فالIX1 بيساوي إيه؟ كنا ده الشكل المستطيل يقول لك إيه الموازي في العمودي تكعيب على 12 تمام. آدي الموازي في العمودي تكعيب على 12 اللي 125 ده الموازي تمام. العمودي تكعيب أهو ال15 على كام؟ على 12 تمام تمام. ده بالنسبة للشكل الأول. زائد إيه بقى؟ زائد الاريا في المسافة سكوير. أنهي اريا وأنهي مسافة؟ ركز معايا. الاريا عارفينها اللي هي ال15 في ال25. طب المسافه ايه؟ المسافه ما بين السنترويد وبين السي جي. السنترويد بتاع الشكل ده وما بين السي جي. طيب نحسب مع بعض. السنترويد على بعد كام؟ على بعد 64 و3. طيب والسي جي هنا كام؟ على بعد كام؟ احسب 70 70 ونص ل 15 كام؟ 7 ونص تمام. فهتطرح بقى الرقمين يعني هتطرح من هنا ومن هنا هيطلع لك ايه الرقم ده اللي هو كام؟ اللي هو 28.13 سكوير. يبقى تاني المومنت اوف انرشيا. المومنت اوف انرشيا انا بشوف بحسب بجيب الاي اكس او الاي واي على حسب اللي هو المحور العمودي على القوه. انا عندي القوه في الاتجاه ده فانا خدت ده اكس من الاول وانا بحسب السي جي او السنترويد تمام. فانا خدت ده كده الاكس فالعمودي على القوه اللي هو ده فانا احسب حوالين اكس تمام. طيب المومنت اوف انرشيا بيساوي ايه بالنسبه لاشكال كتير؟ ده مستطيل لو مربع بتختلف لدايره بتختلف لكل القصه دي بتختلف. فده الموازي في العمودي تكعيب على 12. طيب فين الموازي للقوه؟ الموازي في العمودي تكعيب ايه على 12. ادي ده الموازي وادي ده العمودي تكعيب. فالموازي ده اللي هو 125 في العمودي تكعيب 15 على ايه على 12 تمام تمام. آه بس كده ده بالنسبه لاي اكس 1. نفس الكلام هيبقى بالاي اكس 2. طيب في الاريا في المسافه التربيعيه انهي اريا؟ الاريا بتاع الشكل اللي انت بتحسب له والمسافه ما بين السي جي بتاعت الشكل نفسه وما بين الواي بار بتاع الشكل ككل. دي ايه اللي هي بنسميها المسافه. طيب جبت اي اكس 2. تعال نجيب اي اكس 2. اي اكس 2 الموازي في العمودي تكعيب على 12. ادي العمودي تكعيب تمام. العمودي على الديترمنت اللي انت خدته ادي العمودي تكعيب اللي هي كام 70 في الموازي كام 10 تمام. يبقى الموازي في العمود تكعيب على 12. طيب في الاريا 70 في 10. طب المسافه السنترويد بتاع الشكل ده على بعد كام؟ على بعد 85 والواي بار على بعد كام 64. هتطرح 85 من 64.3 هيطلع لك كام 14.37 تمام. ايه في المسافه تربيع. نفس الكلام في الاي اكس 3 بقى تمام. نفس الكلام في اي اكس 3. طيب تمام. انا كده جبت ايه الاريا بروبرتيز او البروبرتيز بتاعت الماتيريال بتاعتي. جبت الواي بار وجبت ايه وحسبت الاي اكس. انا عايز احسب ايه؟ عايز احسب المومنت. القصه عندي في حسبه المومنت. ودايما في مسائل الاي بي احنا ما بتلجاش ان انت تحسب الشير. ليه بقى؟ لان الشير بتبقى صغيره مقارنه بالمومنت يعني. تمام. فانا عايز احسب المومنت واقصى مومنت انا عارف ان هو هيبقى ايه في النص هنا. ده اللي باينه لي ايه
الmoment diagram. فهاجيب بقى الmoment، فالmoment اللي هو هاجيب السيجما نتيجة الmoment. طب أنا جِبت الmoment أصلًا إزاي؟ معادلة الmoment أهي، اللي هي الM بتساوي WL² على 8. دي معادلة معروفة للIB في أي handbook بتاع design يعني. فأنا جِبت الmoment، فعايز أجيب الstresses نتيجة الmoment بقى، السيجما نتيجة الbend moment. فالسيجما نتيجة الbend moment بتساوي M في Y على I. تمام؟ فأنا عندي الM وعندي الI اللي هي الIX اللي أنا حسبتها. تمام؟ ما أنا هاجمّع بقى IX1 وIX2 وIX3 هيدّيني الرقم ده. تمام؟ فهي بقى الY اللي هي أنت عايز تحسب الmoment عند أنهي مسافة. يعني ده الcross section بتاعي. تمام؟ فالY عند الCG أو عند الcentroid هنا، وليكن مثلًا الY هنا، الY أنا جبتها مثلًا على بُعد مثلًا 64 هنا مثلًا. تمام؟ فده الY بتاعي، ده الcentroid بتاع الشكل بتاعي ده. فأنا هابدأ أحسب الmoment عند كذا cross section. ليه بقى؟ لإن أنا وأنا باحط load هنا عند الI beam الlayers اللي فوق يحصل لها compression، والlayers اللي تحت هيحصل لها tension. اللي فوق الlayers بتاعة اللي فوق بتاعة الI beam من فوق كده، هنا هيحصل إيه؟ هيحصل compression، وتحت هنا هيحصل إيه؟ هيحصل tension. تمام؟ فلو جيت هنا حسبت، فده بالنسبة لي الصفر، نقطة الصفر اللي أنا باحسب منه. فده أنا بالنسبة لي نقطة الصفر. عايز تطلع بقى كده، فأنت بتاخد المسافة بقى من ال64 وتطرحها بقى من إيه، من الباقي ال100، من باقي اللي فوق. تمام؟ ونفس الكلام تحت. فعشان كده الواي، فأنت عشان كده لو حطيت هنا الواي بصفر عند السنترويد، عند السنترويد هيديك الايه، المومنت زيرو. ليه المومنت زيرو؟ لان قالوا لك قالوا لك في الكليه ايه، ان في ماتيريال عند البلين اللي بيمر بالسي جي بيبقى ناتشرال، معلوش، لا معلوش اي نورمال. تمام؟ معلوش اي نورمال، بيبقى ايه، ناتشرال. وهنشوف الكلام ده في البرنامج دلوقتي. طيب انا هاحسب بالواي، فانا لو حطيت الواي بصفر فالسيجما نتيجه البند مومنت في صفر عند انهي بلين، عند البلين اللي في النص اللي هو عند الواي بار. فانا ايه قلت ايه، اقصى بلين بيحصل ايه، بيحصل فوق. تمام؟ وهيبقى بالنيجاتيف بالمناسبه. ليه؟ لان انا باطلع فوق، هتحط الواي بالنيجاتيف. تمام؟ فادي سيجما 3 وادي سيجما 1، وعنده النص السيجما بزيرو. يبقى تاني اهو، انا جبت الام ب 45 في 10 اس 6، وادي جبت الاي. فانا واقف عند قصه الواي. فانت قصه الواي دايما هتحسب عند السطح اللي فوق والسطح اللي تحت. السطح اللي فوق حطيت الواي قيمتها طلعت لي سيجما بالرقم ده، حطيت السيجما تحت بقيمتها طلعت السيجما ده تحت بالبوزيتيف، عشان بيحصل تنشن، شد على الفايبرز بتاعته، وفوق كومبريشن، ففوق نيجاتيف. تمام؟ بس كده. فده القصه، ودي المساله بتاعتنا باختصار يعني. طيب أنا كاتب معادلة الشير، بس أنا ما حسبتش الشير. ليه الشير ما حسبتوش؟ لإن غالبًا في الI beams الكبيرة دي أنا مش مهتم بالشير أصلًا، لإن قيم الbending moment بتبقى عالية أوي، فأنت بتحسب على الmoment. طيب إيه بقى اللي المفروض يحصل بعد كده؟ إن أنت بتاخد أكبر سيجما، اللي هي السيجما ديّة، دي الequivalent عندك. تمام؟ دي الequivalent اللي هي 661 ديّة، وتقارن بالسيجما yield بتاعة الmaterial. لأ، تقارن إيه بقى، تشوف بقى أنت هتشتغل تريسكا أو فان ميسز، وتقول شوف أنت safe أو not safe بناءً على الmaterial. طيب وأنت بتعمل design زي ما قُلت لك أنت حاجتين، يا إما أنت مختار الmaterial ومش عارف الsafety factor بتاعك كام بناءً على الناتج على الload. يعني أنا مثلًا لو هنا مثلًا مختار الsteel مثلًا، الsteel والسيجما بتاعة الsteel مثلًا يعني 500 ميجا باسكال مثلًا. فأنا لمّا اخترت الsteel وطلع السيجما yield 500، وعندي طلعت الstresses الناتجة 661، فأنا لمّا باقارن كده خلاص الmaterial دي مش safe، فأنا هابدأ إيه upgrade الmaterial. فلمّا upgrade الmaterial جِبت مثلًا الmaterial بتاعته 800 ميجا باسكال، فلأ، أنا بقى أضطر أقسم وأشوف الsafety factor بتاعي كام. تمام؟ على حسب بقى أنت هتشتغل نظرية الyielding criteria اللي إحنا قُلنا عليها، هتشتغل رانكاين والّا فان ميسز والّا تريسكا والّا إيه القصة ديّة. أدي المسألة أهيّة، دي المسألة بتاعتنا. بس ده المسألة بتاعتنا. فأنا لو جِبت الmaximum principal stress طلع كام؟ 660 point 4. هنا طلع في الحسابات كام؟ 661، يعني فرق 6 من 10 أو 1 ميجا باسكال. طبعًا الحاجات ديّة إيه accepted جدًا، جدًا يعني. تمام؟ وزي ما قُلت لك عندي الnormal stress. خُد بقى عندك أهو، ده اللي كنت باقول لك عليه. الnormal stress أنا أهي خدت الplane في النُص. الplane ده اللي هو إيه، بيمُر بإيه، بنقطة الأصل، مش بنقطة الأصل، بالy bar. فلمّا جِبته طلع عليه إيه، طلع عليه الحاجات الحاجات يعني تكاد تقول الصفر. تمام، تمام. ولمّا خدت بلين فوق، اللي هو البلين اللي فوق ده. تمام؟ ده البلين اللي فوق ده يا جماعة، البلين اللي في النُص، ده البلين اللي في النُص. تمام؟ ده البلين اللي في النُص اللي هو بالأحمر. عندي السيجما تكاد تكون إيه، تقول بالصفر. ولمّا خدت بلين تحت طلعت إيه، طلعت الأرقام ديّة اللي هو 600. بُص بقى،
إيه بلين بس عشان أبقى عارف إن أنا شغال فيه. أنا عندي الإكس والواي أهو. ده البلين اللي أنا خدته. أنت متخيل إن أنا باعمل إيه؟ أنا باعمل لك زوم إن عشان تبقى عارف. ده البلين اللي فوق تمام، وده البلين اللي في النص تمام. البلين اللي في النص السيجما عليه تكاد تكون بصفر اهي تمام، وده البلين ايه اللي تحت خالص تمام. تمام. فدي القصه كلها في بتاعه وادي الايكويفالنت ستريس 660 مقارنه باللي احنا حسبناه. وطبعا الماكسيمم برنسبل ستريس هي اللي هتطلع، والماكسيمم شير ستريس هتطلع تقريبا نص ماكسيمم برنسبل ستريس زي ما ما اتفقنا قبل كده. بس وده ممكن تعمل له انيميت وابي انيميت، بس الاي بيم ده كبير طوله 6 متر يعني لو لاحظت، عشان كده مش عارف اعمل زوم قوي. وده بتاعه هو ايه بي انيميت يعني.